السلام عليكم. من منطلق وجهة نظري الشخصية إن أمن الدولة فيها بعض الأفراد الخونة على مدار آخر 5 سنين على اتصال ببعض الجهات الخارجية وبعض الحقوقيين المصريين خارج مصر وداخل مصر، وخططوا على مدار آخر 5 سنين لكل اللي احنا بنشوفه. المهم، فبعض العناصر الخاينة من أمن الدولة هتعمل على نهج سياسة معينة. ايه هي؟ تعذيب المسلمين اللي بيتجهوا للالتزام الديني اكتر، وتعذيب الشباب اللي بيتجهوا للتدين اكتر وفهم الدين اكتر. ليه؟ انا في رأيي ان امن الدولة كان فيها افراد خاينة وافراد شريفة. رأيي الشخصي هقول لكم الحيثيات عاملة ازاي. الافراد اللي خانت مصر من امن الدولة طبعا ما كانتش واضحة في الصورة للافراد الشريفة او للشرفاء من امن الدولة. واحنا عارفين ان قطاع امن الدولة في بعض الاوقات بيتعاون مع قطاع المخابرات زي قضايا التجسس الخارجي والداخلي، صح؟ انا عايز اوريكم دلوقتي ازاي الافراد دول من منطلق وجهة نظري الشخصية خانوا قطاع امن الدولة وخانوا مصر في اخر 5 سنين. الحقوقيين في اخر 5 سنين ظهر فيهم حركات سياسية، وفي اخر 6 سنين ظهر حركات سياسية زي كفاية و6 ابريل، وكلنا كنا بنشوف انهم بيعملوا مظاهرات وبيخرجوا بعض الالفاظ وبيتقبض عليهم وبيخشوا السجون وبيخرجوا من السجون، صح كده؟ صح. طلعت واحدة اسمها نجاة عبد الرحمن وقالت ان هي اتدربت بره على حاجات معينة. هستنى شوية في حتة نجاة عبد الرحمن واكمل لكم في موضوع الافراد الخاينة في امن الدولة عملوا ايه مع المسلمين على مدار اخر 6 سنين. هيدخلوا المسلمين المعتقل، الشباب اللي بتلتزم دينيا وبعض شيوخ الملتزمين دينيا، هنستخدم تجاههم نظام تعذيب معين. وابتدوا يعذبوا بعض الجماعات زي الاخوان المسلمين والسلفيين وغيرهم من الجماعات الاسلاميه، وما عذبوش الحقوقيين. في حد فيكم سمع ان ايمن نور لما حسني مبارك حاكمه ودخله السجن وعفى عنه عشان تدهور صحته، ايمن نور اتعذب في امن الدوله؟ لا. ابراهيم عيسى اتعذب في امن الدوله؟ لا. المسلمين كانوا بيقعدوا على الخوازيق في امن الدوله وبيكهربوا في اعضائهم الداخليه، صح كده؟ الشباب اللي بتنتمي لجماعات اسلاميه كانت بتتعذب تعذيب بشع في امن الدوله، صح؟ صح. والحقوقيين ما كانوش بيتعذبوا. طب ليه؟ ليه؟ انا اقول لكم ليه. الحقوقي في مصر اذا كان اشتراكي او شيوعي او علماني او ليبرالي، اشتراكي طبعا من الشيوعي، لما يقعد مع المواطن ويقول له انا اتكهربت في امن الدوله ويحكي له ويتكلم معاه، والمواطن المسكين يستشف بعض ملامح الحقوقي ويعرف انه ليه افكار ضد الدين في بعض الاوقات وضد المجتمع في بعض الاوقات وضد المنظومه المصريه الدينيه في بعض الاوقات، المواطن العادي بينه وبين نفسه هيقول كويس ان امن الدوله بتعذب الاشكال دي والانواع دي. لكن لما المسلم سواء رجل دين او شاب ملتزم يركب وسيله المواصلات، اتوبيس، ميكروباص، مترو، انفاق، تاكسي، ويفضل يتكلم عن تعذيب امن الدوله واهانه الشرطه وجبروت الشرطه، هتتربى في عقل المواطن الطبيعي فكره معينه عن الظلم الحقيقي. وفعلا انا مش بدافع يا جماعه، انا بقول لكم دي افراد خاينه في امن الدوله. هو انا كده بدافع؟ لا، انا بقول لكم في افراد خاينه في امن الدوله، لكن مش كلهم خونه. جميل جميل. المواطن المسكين لما يشوف من رجل الدين الكلام دوت هيتشحن تجاه جهاز الشرطه وامن الدوله، هيتربى جواه خلفيه سودة ناحيتهم وهي حقيقيه من اللي بيقولوه من اللي بيتعذبوا فعلا وبيحكوا لهم. خلاص؟
في كل جوانب حياتنا دلوقتي المصرية على مدار آخر 5 سنين و6 سنين كنا بنشوف إن كل اللي بيتعذبوا في أمن الدولة بينتموا للتيار الديني. صح؟ صح. في حد من 6 إبريل قال لنا إن أمن الدولة خوزقته؟ يا أيمن يا نور، أمن الدولة خوزقوك؟ لا. يا أبو حمالات، يا أبو حمالات، اتخوزقت في أمن الدولة؟ لا. مش حسني مبارك عفى عنك؟ وأنت يا أيمن يا نور؟ طب نشوف إسراء عبد الفتاح قالت إيه؟ تعيطي جامد كده ليه؟ مالك؟ مفيش حاجة. الحمد لله وحشتني يعني. لان انا شفتها ما كنتش بتمنى اي حاجه ان انا اوصلها بكره المطار. الحمد لله. مش قادره اني اوصلها بكره المطار. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ما تمنيتش اي حاجه من ربنا ان انا اوصلها بكره المطار حتى وارجع تاني. حتى وارجع تاني والله كنت عايزه ارجع تاني بعد ما اوصلها. انت كنتي كويسه جوه؟ الحمد لله والله كنت زي الفل جوه، مفيش حد لمسني ولا حد مسني على اي طرف ولا حد لمس شعره مني. كل حد عملني كويس الحمد لله. انا ما كنتش مصدقه، انا كنت بسجد شكر لربنا كل يوم ان انا اتعاملت احسن معامله هيك. ما كانش هاممني ان انا افتكر قد ما يهمني ان انا بنت واتصمت. الحمد لله. ما كانش هاممني قد ما ان انا بنت واتصمت جوه السجن. الحمد لله. ما كانش هاممني اي حاجه ثانيه. كنت مستعده اقعد جوه على قد ما اقدر، على قد ما ربنا كاتب لي، بس اهم حاجه ان انا مبسوطه. بس السجن عامل ازاي؟ سجن هو سجن زي اي سجن، بس مش زي ما انا كنت متخيله. مفيش معنى الاهانه اللي موجود اللي هي معنى المتخيلين من بره. انا بقول لك كفايه ان انا بقول لك ان انا بنت كنت بسجد كل يوم شكر لربنا على المعامله اللي انا لقيتها. هي قالت لي ببقها في السجن ما كلفتش. يعني انا مش مصدقه. طب انا هم مش مصدقه. لا، ما هم بيعملوني كويس. بيعملوني كده ماسكيني ليه؟ ما هم بيعملوني كويس كده. ماسكيني ليه؟ مسكوني ليه؟ انا اتعاملت معامله ربنا واحده هو اللي عامل بيها. ده دعاء امي وابويا الله يرحمه. بس محدش لمسني والله والحمد لله. الحمد لله ان انا خرجت والله ما في فيا اي حاجه غير ان انا بس قلبي كان واخدني على اهلي بس. كانوا مكيفينها في أمن الدولة. الدليل إنها بتقول لو أقدر أقعد على قد ما أقدر. نشوف وائل غنيم. بص يا حضرتك، احنا عشان ما بقيناش نسمع بعض، فانا عايز الاول اقول على حاجه يعني. وده انا عارف ان دلوقتي ده موسم اللي انا اسميه موسم التخوين. ده ممكن يخونك وده ممكن يخونك. فاكره لما انت اتكلمتي على لما انا حتى كلمتك قبليها وقلت لك كمان قولي الحقيقه، قلتي ان المتظاهرين بيضغطوا علينا والامن بيضغط علينا والواحد مش عارف يعمل ايه. ده موسم التخوين. بس انا عايز اقول حاجه. انا لو قلت لكم دلوقتي، لو قلت لكل واحد فيكم دلوقتي ان انا اتعذبت واتضربت واتكهربت وقلعت هدومي ما وريتكمش ولا خدش، انتوا كلكم هتصدقوا. صح؟ هتصدقوا لان انا عندي مصداقيه عند الناس. بس الحقيقه ده ما حصليش. انا ما حصليش اي حاجه من ساعه. انا كنت مذهول من ساعه. انت نزلت مظاهرات. احنا انا نزلت مظاهرات. احنا كلنا الساعه 1 ولا 2 صباحا. كان حاجه كده. انا اتخطفت. انا اتعاملت جوه امن الدوله بشكل غريب جدا، بشكل قمه في الاحترام، اتكلمت مع ناس مثقفه جدا جوه امن الدوله. سلام. ده وائل غنيم بيكذب إسراء عبد الفتاح. بصوا إسراء قالت إيه؟ مع ناس مثقفه جدا جوه امن الدوله. اصحاب المختطفين والمعتقلين واللي بيتعذبوا في السجون دلوقتي امثال زميلنا وائل غنيم اللي احنا شايفين ان هو لو خرج بسلام هو اقدر من يتحدث باسمنا، لان هو دفع ثمن كبير جدا ولحد دلوقتي هو موجود في السجون المصريه ويعذب. ده وائل وإسراء بيقولوا كلام متناقض. فإيه السر اللي يخلي أمن الدولة تعذب التيار الديني وما تعذبش الحقوقيين؟ إن تعذيب الحقوقيين مش هيجيب نتيجة، بل بالعكس. ده لما المجتمع يكون واضح إنه مش بيعذب الحقوقيين، معنى كده إن مصر فيها تعامل إيجابي مع حقوق الإنسان واحترام لحرية الحقوقي، الشخص الحقوقي اللي بينتمي لجمعيات، اللي بينتمي لمنظمات حقوقية على علاقة بحقوق الإنسان. جميل كده؟ وتتقدم ملفات لرؤوس النظام من قيادات في أمن الدولة، من الضباط دي. يعني الضباط دي هتقدم ملفات وهتقدم تقارير تقول فيها إن إحنا بنعمل كده، مش بنعذبهم خالص، لكن إحنا زارعين في وسطهم بعض الجواسيس
ودي حقيقة، الجواسيس لصالح مصر في بعض الأوقات من منطلق وجهة نظري الشخصية، ودي حقيقة. إزاي؟ يعني مثلا أنا ضابط أمن دولة خاين، أنا من الناس الخاينة في أمن الدولة. فخلاص بقى احنا في آخر 5 سنين استخدمنا سياسة جديدة مع الحقوقيين، مش هنعذبهم. حلو كده؟ لأننا زارعين في وسطهم ناس بتستكشف كل اللي احنا عايزينه، بتستطلع كل اللي احنا عايزينه، وبتحضر معاهم المؤتمرات والندوات والسفريات زي نجاة عبد الرحمن. حلو كده؟ لكن هم بيعذبوا ليه في أمن الدولة المسلمين؟ علشان يخرجوا يشحنوا الشعب، عشان يخرجوا يشحنوا المواطن المصري. المهم، ايه بقى دور الجواسيس من نوعية نجاة عبد الرحمن اللي اتزرعت ان هي هتنقل كل اللي بيتقال في المجتمعات وفي السفريات وفي المؤتمرات والندوات اللي يحضروها بره مصر وجوه مصر برضه؟ فبالتالي هتقدم ملفات ومعلومات. المعلومات دي الضباط هيقدموها كملفات للقيادات بتاعتهم في امن الدوله. صح كده؟ يبقى القيادات هتبقى مستريحه على اساس ايه؟ ان كل الحركات السياسيه مخترقه. جميل قوي. تقدروا تقولوا لي بقى ايه قيمه الملفات والشغل اللي بيعملوه العناصر اللي كانت موجوده من امن الدوله زي نجاة عبد الرحمن جوه الحركات السياسيه؟ ايه فايدة دورهم في الوقت اللي فيه افراد في امن الدولة خونة بيسمحوا لابو دومة ومحمد عادل واسماء محفوظ واسراء عبد الفتاح ووائل غنيم وغيرهم انهم يمارسوا ويزاولوا نشاطاتهم جوه مصر؟ المعلومات اللي بيقولوها ملهاش اي دور، لان الخونة في امن الدولة وجهاز الشرطة سايبين الافراد دي تعمل اللي بيتعمل على مدار ال5 و6 سنين اللي فاتوا. في واحد ممكن يقول لي طب والمخابرات دورها فين؟ فين المخابرات؟ ما انت قلت دلوقتي ان المخابرات ليها علاقة بامن الدولة وامن الدولة ليها علاقة بالمخابرات. في الجزء ده استنوا شوية معلش، الفيديو دوت هعمله لكم ان شاء الله بعد فترة، لاني بس هشير لحاجة معينة. اوعوا حد يشككوا في المخابرات المصرية، اوعوا. انا في رأيي الشخصي ان رب العالمين من علينا بمخابرات مصرية وجيش بفضل الله، من غيره كانت البلد دي وقعت يوم 28 يناير 2011. ده رأيي الشخصي. ليه؟ انتوا شفتوا قضية الفخ الهندي بتاعت طارق عبد الرازق؟ طبعا دلوقتي بعد ما اقولها لكم كلكم هتعملوا سيرش عليها، خشوا واقروا عنها. قضية الفخ الهندي بتاعت طارق عبد الرازق دي من اكتر القضايا اللي تبين لكم ان بفضل الله احنا عندنا اقوى جهاز مخابرات في العالم. ده رايي الشخصي، رايي الشخصي. ليه؟ لان شبكه الفخ الهندي بتاعت طارق عبد الرازق دي تعتبر مهمه. خلونا دلوقتي في بقيه الحوار. فامن الدوله فيها عناصر باعت مصر وعناصر كانت مخلصه لمصر. ده رايي الشخصي يا جماعه، من الاحداث اللي انا بشوفها. مش عمر عفيفي قال لي وائل الابراشي لما وائل الابراشي راح له امريكا ان في ضباط شاركوا في الثوره؟ هم دول الضباط الخونه. قال له ضباط ومخلصين ورجاله، هم دول اللي باعوا مصر، هم دول اللي ساعدوا عمر عفيفي في اخر 5 سنين. عمر عفيفي كتب لكم الكتاب بتاع علشان ما تتضربش على قفاك وهرب. طب اقول لكم على حاجه مهمه جدا، حاجه غريبه حلزونيه. انا رايي الشخصي ان عمر عفيفي وبعض عناصر امن الدوله من اسكندريه وبعض عناصر الشرطه من اسكندريه ليهم ايد في الحوار بتاع خالد سعيد. ازاي؟ ان شاء الله في الفيديو الخاص بالموضوع ده هقولها لكم ان شاء الله. ان شاء الله في الفيديو برضه باذن الله بعد ما تعدي المرحله دي باذن الله ان شاء الله الاسبوع ده على خير ان شاء الله هعمل لكم الفيديو ده. المهم الحيثيه الاخرى اللي بستشف من خلالها وجود بعض العناصر الخاينه في الجهاز الامني سواء امن الدوله او قطاع الشرطه، كلنا شفنا حرق امن الدوله، حرق مقر امن الدوله. بالله عليكم الاغبياء اللي قالوا احمد شفيق هو اللي حرق، احمد شفيق بعت رجالته يحرقوا المستندات اللي تدينه. تدين مين يا ولاد الذكيه؟ ما بشتمكوش يا ولاد الذكيه. احمد شفيق اكيد قبل ما يسيب وقبل ما يبعد عن الوزاره
اكيد قبلها باسبوع عارف ان هو هيمشي، صح؟ ما يقدرش يخلي رجالته اللي انتوا بتتهموه ان هو خلاهم يحرقوا امن الدوله، ما يقدرش يقول لهم النهارده بالليل الساعه 4 الفجر انت عتريس وانت ابو سريع، كل واحد فيكم ياخد عربيه نقل ويخش ياخد الاوراق المهمه من امن الدوله وياخدها ويخش في الجبل، في قلب الجبل في 6 اكتوبر ويحرقها الساعه 4 بالليل، وفي مدينه نصر ياخدها برضه الناحيه الثانيه في طريق اسماعيليه او السويس ويحرقها بالليل الساعه 4 الفجر. ما يقدرش يعمل كده احمد شفيق. يا اولاد الذكيه، في ضابط الف ب امن دوله يحب يحرق مستند يحرقه جهرا قدام الناس الساعه 10 الصبح؟ اللي عمل كده يا اغبياء بيحرق في مقر امن الدوله او بيحرق في اوراق ملهاش اي لازمه، لان اكيد المعلومات الحقيقيه موجوده على شرائح. اللي عمل كده في مقر امن الدوله عايز يقول للشعب اللي رايح الشغل الصبح والناس اللي ماشيه الصبح رايحه تعمل مصالحها الحقوا. كان قصده انه يلفت انتباه الشعب او الناس اللي ماشيين الصبح للي بيحصل في امن الدوله، ان اللي عمل كده هم بقايا العناصر اللي خانت مصر وخانت النظام وخانت حسني مبارك وبتنتمي لقطاع امن الدوله وقطاع الشرطه. لما نيجي بقى نعمل دمج بين خيانه امن الدوله وبين خيانه الشرطه ونخليهم الاثنين عاملين كوليكشن كده، في اخر 5 7 سنين فاتوا جهاز الشرطه، بعض الافراد في جهاز الشرطه ساهمت مع بعض العناصر من قطاع امن الدوله وخانوا مصر في اخر 5 سنين. لو جينا نبص على المشهد ده كده تعذيب، المشهد ده فيه تعذيب، جبروت، في طغيان، المشهد ده فيه حاجه وحشه جدا، ضابط بيعذب مواطن، صح ولا لا؟ طب تعالوا نبص على المشهد ده. ايه رايكم؟ المشهد ده بيدخل العصايه، المشهد ده مدمر بشع، المشهد ده بغيض، المشهد ده حقير، في ضابط بيهين ادميه انسان، صح؟ جميل. تعالوا نبص على المشهد ده. يا زمن معيوب يا ايام سفيهه. ايه رايكم؟ بنت اهي بتتجلد، الله اعلم في امن الدوله فعلا ولا فين، بس هنقول ان ده بوليس شرطه او امن دوله بيعذبوها فعلا. جميل قوي. رايي الشخصي يا جماعه ان اللي عمل الحاجات دي كلها اعضاء من الافراد اللي خانت مصر من جهاز الشرطه بالتعاون مع الاعضاء اللي كلمتكم عنهم من جهاز امن الدوله. ازاي الفيديوهات دي كلها اتصورت بمعرفه افراد في جهاز الشرطه؟ ليه علشان تنزل اونلاين وتسخن الشعب او تسخن القطاع من الشباب اللي بيستخدم النت وبيتابع على طول يوتيوب وفيسبوك، تربي جواه خلفيه فيها حقد وكره ورفض لتصرفات الشرطه. في واحد ممكن يقول لي يعني انت يا كابتن عايز تدافع عن الانتهاكات اللي الشرطه كانت بتستخدم؟ لا، فعلا في انتهاكات من جهاز الشرطه، انا ما بجددش، ده حقيقي، كل اللي احنا شفناه دوت حقيقي فعلا. في ظلم وكان في بيحصل اكتر من كده ما تسجلش، بس احنا عايزين نتكلم عن اللي اتسجل. حلو؟ تعالوا نحلل الفيديوهات دي كلها. انا ضابط شرطه وبعذب بني ادم، مواطن، شاب، راجل، اي حاجه، ليه اصوره فيديو؟ ما ينفعش اصوره فيديو. في حد ممكن يقول لي طب ما ممكن يكون حد غير الضابط دوت هو اللي صوره، حد بينتمي لقطاع الشرطه ولا حد تبع اللي بيتضرب؟ لا يمكن يكون حد تبع اللي بيتضرب، صح ولا لا؟ لان مش معقوله حد تبع الشاب دوت اللي بيتضرب وحد تبع البت دي اللي بتتضرب وحد تبع اللي اسمه عماد اللي دخلت العصايه في البقعه تبعه. مش معقوله كل الناس دي يكون في حد تبعهم بيصور عشان ينزل الفيديوهات دي على النت ويفضح الضباط، صح ولا يا صديقي؟ بالظبط، صح كده؟ بالظبط. يبقى اذا اللي بيصور الفيديوهات دي يا اما الضباط نفسهم بيتفشخروا قدام مين؟ ما اعرفش، ده اللي هنشوفه، يا اما حد قريب الناس دي وده ما ينفعش، يا اما حد ثالث
تبع قطاع الشرطه والظباط دي ما تعرفش هي بتتصور. ممكن بالعقل كده والمنطق يا رجاله كل الظباط دي عارفه ان الفيديو ده لما يتصور ممكن يستخدم ضدهم. ازاي؟ لو الفيديو ده نزل اونلاين على النت وجت جهه من الداخليه تحقق مع الراجل ده، ينفع ضابط يغامر بمستقبله علشان خاطر يتباهى بانه بيضرب شاب على قفاه؟ لا يمكن. يهوي بيقومونا وازاي نقوم وهمومنا دنكر. طب ما هو كل الضباط صحابه عارفين ان هو بيعمل كده. يتباهى قدام مين؟ يتباهى قدام الشعب المصري؟ يعني يفضح نفسه؟ لا، هو عارف ان نتيجه الفيديو ده لما تنزل وتنتشر في المجتمع حاجه من الثلاثه، يا اما يتجازى يا اما يتحاكم يا اما يترفد. صح كده؟ بالظبط. ينفع ضابط يغامر بتاريخه وبمستقبله وبمهنته علشان 3 حاجات هو في غنى عنهم؟ وجهه نظري الشخصيه بان في افراد في قطاع امن الدوله وفي افراد في قطاع الشرطه خانت مصر لصالح الجهات الخارجيه. رايي الشخصي اللي ممكن يطلع غلط، عشان كده بقول لكم يا ريت نبقى محترمين في طريقه تحاورنا مع بعض وابداء ارائنا الشخصيه. انا قلت رايي الشخصي وقلت الحيثيات اللي كونت منها رايي الشخصي. ممكن اي حد مش عاجبه رايي الشخصي يطلع يقول لي يا كابتن لو سمحت انت قلت 1 2 3 وانا بقول لك 4 5 6، مفيش مشاكل. لكن انا بقول لكم دلوقتي هتلاقوا جرابيع بيشتموني تحت. بصوا تحت الفيديو، بصوا الفيديو تحت اهو، هتلاقوا جرابيع هتخش تشتمني. ليه؟ مش عارف.